يا اهلا بيكم يا شباب في حلقة جديدة هتاخدنا في رحلة ممتعة جدا للمستقبل، واللي هنشوف من خلالها القائمة الكاملة لقصص وتفاصيل كل مسلسلات رمضان لسنة 2025. السنة دي هتكون قوية جدا وهتقدم لنا مستوى مختلف تماما عن كل اللي شفناه في السنين اللي فاتت. قبل ما نبدأ حلقتنا كالعادة ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان تتابع كل الحلقات اللي جاية. هنبدأ بالمسلسل رقم 1 في قائمتنا، واللي هيكون مسلسل الحب كله من بطولة آسر ياسين ومي عز الدين وأشرف عبد الباقي ودياب. المسلسل هيكون مكون من 15 حلقة مليانين بالتشويق والإثارة، لأنه بيعرض لنا أسرار مافيا تجارة العملة، وبيكون آسر ياسين راجل أعمال كبير بيتورط في عمليات غسيل الأموال والمافيا، وبتنشأ بينه وبين مي عز الدين علاقة حب بتنتهي بالجواز في تطور مشوق وممتع خلال أحداث المسلسل من إخراج وتأليف تامر محسن. المسلسل رقم 2 في قائمتنا هيكون مسلسل ولاد الشمس من بطولة طه دسوقي وأحمد مالك ومحمود حميدة. المسلسل هيكون مكون من 15 حلقة، وبيحكي لنا عن 2 صحاب اتربوا سوا من الطفولة في دار أيتام، وبيورينا ازاي كانت رحلتهم في الحياة وايه اللي حصل عشان يتحولوا للصين في عالم السرقة والجريمة. المسلسل من إخراج شادي عبد السلام. المسلسل رقم 3 في قائمتنا هيكون مسلسل النص من بطولة أحمد أمين وصدق صخر وأسماء أبو اليزيد. المسلسل هيكون مكون من 15 حلقة، وبيقدم لنا شخصية عبد العزيز النص، النشال المحترف اللي عايش في الثلاثينات وبيحاول التوبة والبحث عن رزق حلال، لكن محاولاته بتورطه في صراعات معقدة وأحداث غامضة، واللي بتخليه يلاقي نفسه فجأة بيتحول من صعلوك لبطل شعبي، وبتتنقل سيرته عبر الأجيال. المسلسل من إخراج حسام علي ومن تأليف عبد الرحمن جويش. المسلسل رقم 4 في قائمتنا هيكون مسلسل الحلنجي من بطولة محمد رجب وأيتن عامر وعبير صبري. المسلسل هيكون مكون من 30 حلقة، وبيقدم لنا قصة اجتماعية مثيرة ومليانة بالكوميديا، بيجسد لنا فيها محمد رجب شخصية طه الحلنجي، واللي بيتميز بذكائه الاجتماعي اللي بتخليه يهرب من كل المكايد والشرور اللي ممكن يقع فيها. المسلسل من إخراج معتز حسام ومن تأليف محمود حمدان. المسلسل رقم 5 في قائمتنا هيكون مسلسل جاني في المنام من بطولة نيلي كريم وروبي وجيهان الشماشرجي وكندا علوش. المسلسل هيكون مكون من 15 حلقة، بيحكي لنا عن جريمة قتل وأحداث اجتماعية غامضة ومثيرة، وكان المفروض المسلسل ده يبقى اسمه ناقص ضلع، لكن الشركة المنتجة قررت تغير اسمه، وده كان قرار غريب لأن الاسم اللي تم تغييره كان الأفضل. المسلسل من إخراج محمد شاكر خضير ومن تأليف مهاب طارق. المسلسل رقم 6 في قائمتنا هيكون مسلسل أشغال شقة الجزء الثاني من بطولة أسماء جلال وهشام ماجد ومصطفى غريب. المسلسل هيكون مكون من 15 حلقة، وبيكمل لنا التطورات الجديدة في حياة حمدي وياسمين، اللي فيها بيحاولوا يتخطوا التحديات اليومية المفروضة عليهم بسبب الحياة الزوجية، خصوصا بعد النجاح الكبير جدا اللي حققه الجزء الأول. المسلسل من إخراج خالد دياب ومن تأليف شيرين دياب. المسلسل رقم 7 في قائمتنا هيكون مسلسل الشرنقة من بطولة أحمد داوود وعمرو وهبة ومريم الخشت. المسلسل هيكون مكون من 15 حلقة، واللي هيناقش قضايا غسيل الأموال وكل الأعمال المتعلقة بيها الخارجة عن القانون، ومتوقع إنه هيكون من المسلسلات المميزة جدا خلال السباق الرمضاني 2025. المسلسل من إخراج محمود عبد التواب ومن تأليف عمرو سمير عاطف. المسلسل رقم 8 في قائمتنا هيكون مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد وأحمد زاهر وأحمد رزق. المسلسل هيكون مكون من 30 حلقة، بتحكي لنا قصة عمرو سعد اللي بيساعد على نصرة المظلوم وبيحاول يرجع فلوسهم المنهوبة، وبيضم المسلسل مجموعة قضايا اجتماعية وإنسانية زي الفقر والجريمة والتوبة، ومن المتوقع أن المسلسل يحقق نجاح كبير جدا ضمن السباق الرمضاني السنة دي. المسلسل من إخراج محمد سامي ومن
تأليف خالد صلاح. المسلسل رقم 9 في قائمتنا هيكون مسلسل 80 باكو من بطولة هدى المفتي ومحمود يسري ورحمة أحمد. المسلسل هيكون مكون من 15 حلقة وبيحكي لنا قصة مجموعة أشخاص بيشكلوا عصابة صغيرة عشان يجمعوا مبلغ مالي معين، ولكن بنلاقي في محاولاتهم مواقف كتير غير متوقعة ومضحكة، وبتركز حلقات المسلسل على الصراعات اليومية والمغامرات اللي بيمروا بيها وبيحققوا بيها هدفهم، وده بيخلق لنا جو من الكوميديا مميزة جدا. المسلسل من إخراج كوثر يونس ومن تأليف غادة عبد العال. المسلسل رقم 10 في قائمتنا هيكون مسلسل الكابتن من بطولة أكرم حسني وآية سماحة وسوسن بدر. المسلسل هيكون مكون من 15 حلقة مليانين بالكوميديا والمواقف الطريفة والمفاجآت، واللي بتحكي لنا قصة شخصية عندها طموح كبير جدا لكنه بيواجه مشاكل وصعوبات في حياته بتخليه ما يقدرش يحققها. المسلسل بيجمع لنا بين الكوميديا والمواقف الإنسانية مع تقديم فكرة جديدة ومختلفة عن قصص الدراما المعتادة. المسلسل من إخراج معتز التوني ومن تأليف أيمن الشايب. المسلسل رقم 11 في قائمتنا هيكون مسلسل شباب امرأة من بطولة غادة عبد الرازق ويوسف عمر وجوري بكر. المسلسل هيكون مكون من 15 حلقة وبيحكي لنا عن علاقة معقدة بين شاب طموح وست أكبر منه سنا، بتنشأ بينهم علاقة مليانة بالصراع النفسي والاجتماعي لحد ما يظهر للبطل الشخصية اللي بتقدر تفوقه انه ماشي في الاتجاه الغلط. ومن المتوقع ان المسلسل هيكون تجسيد لفيلم شباب امرأة لتحية كاريوكا وشكري سرحان، لكنها بطريقة عصرية عشان تناسب العصر الحالي. المسلسل من اخراج احمد حسن ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك. المسلسل رقم 12 في قائمتنا هيكون مسلسل فهد البطل من بطولة احمد العوضي وميرنا نور الدين ومحمود البزاوي. المسلسل هيكون مكون من 30 حلقة وهتبدأ أحداث المسلسل بفهد اللي هيقدم لنا قصة شاب بينشأ في إحدى قرى الصعيد، بيدخل في صراع مع عمه بسبب اعتراضه على مشروعاته وأعماله الغير قانونية، فبيقرر يتصدى لعمه وبيدخلوا مع بعض في عداوة كبيرة جدا بتعرضه للعديد من الأزمات والمواقف اللي بتقلب حياته تماما. المسلسل من إخراج محمد عبد السلام ومن تأليف محمود حمدان. المسلسل رقم 13 في قائمتنا هيكون مسلسل لام شمسية من بطولة أمينة خليل وأحمد صلاح السعدني ويسرى اللوزي. المسلسل هيكون مكون من 15 حلقة بيقدم لنا قضية مهمة جدا وحساسة بتتعلق بالتحرش بالأطفال سواء في المدارس أو في الشوارع، وبتطرح القصة أسئلة كتير عن مين المسؤول عن الجرائم دي، هل هم أولياء الأمور ولا المدرسين ولا المجتمع ككل، من خلال سرد درامي مؤثر عشان يسلط الضوء على المشكلة الاجتماعية في محاولة لإيجاد حلول وتوعية للمشاهد. المسلسل من إخراج كريم الشناوي ومن تأليف مريم نعوم. المسلسل رقم 14 في قائمتنا هيكون مسلسل اسود باهت من بطولة سهر الصايغ وسوسن بدر وضياء عبد الخالق. المسلسل هيكون مكون من 15 حلقة و3 قصص مختلفة، ومنها حكاية شغف ودقيقة إلا ربع، وكل قصة مليانة بالإثارة ومختلفين جدا عن بعض. وأول قصة في المسلسل هتحكي لنا عن شغف اللي هي هتكون سهر الصايغ، وبتلاقي نفسها متورطة في جريمة قتل شخص هي ما تعرفوش، وفي خلال المسلسل هنشوف شغف ازاي بتقدر تحل لغز مرتكب الجريمة ومن بين أقرب الناس ليها، خصوصا بعد سقوط ستارة الحب اللي بتخفي وراها وجوه كل المحيطين بيها. المسلسل من إخراج ممدوح زكي ومن تأليف أحمد صبحي وإسلام شتا. المسلسل رقم 15 في قائمتنا هيكون مسلسل حكيم باشا من بطولة مصطفى شعبان ودينا فؤاد وسهر الصايغ. المسلسل هيكون مكون من 30 حلقة وهياخدنا معاه في قصص مشوقة جدا وعوالم سرية مليانة بالمكايد والصراعات في عالم تجارة الآثار، وبيظهر لنا مصطفى شعبان في دور صعيدي واللي هتكون أول التجارب ليه كصعيدي في مسيرته الفنية، وده اللي بيصير فضول متابعينه كونه هيقدم لنا كاركتر جديد أول مرة نشوفه. المسلسل من إخراج أحمد خالد أمين ومن تأليف محمد الشواف. المسلسل رقم 16 في قائمتنا هيكون مسلسل حياة أو موت من بطولة حنان مطوع ورنا رئيس ومحمد علي رزق. المسلسل هيكون مكون من 15 حلقة وبتدور أحداثه عن شخصية حياة أبو راضي، دكتورة بيتم اتهامها بجريمة قتل ما ارتكبتهاش وبتسعى عشان تثبت براءتها وتكتشف الجاني الحقيقي. المسلسل من إخراج هاني حمدي ومن تأليف أحمد عبد الفتاح. المسلسل رقم 17 في قائمتنا هيكون مسلسل شهادة معاملة أطفال من بطولة محمد هنيدي ومحمد ثروت وسما إبراهيم. المسلسل هيكون
هيكون مكون من 15 حلقة، واللي بيتعرض فيها محمد هنيدي لحادث أليم بيفقد فيه الذاكرة لمدة 20 سنة، وبيحاول بعدها التعايش والوصول لحقيقته وعالمه الحقيقي من خلال بعض الأحداث الكوميدية. المسلسل من إخراج وائل فرج ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك. المسلسل رقم 18 في قائمتنا هيكون مسلسل جودر الجزء الثاني من بطولة ياسر جلال وياسمين رئيس ونور اللبنانية. المسلسل هيكون مكون من 15 حلقة، وفي الجزء الثاني بتستمر حكاية جودر من الليلة 608 لليلة 633، وبتستمر معاناة جودر مع أعدائه والمؤامرة ضده، واللي فيها بيواصل الشمعيين جهودهم لاستخدام جودر للوصول للكنز. المسلسل من إخراج إسلام خيري ومن تأليف أنور عبد المغيث. المسلسل رقم 19 في قائمتنا هيكون مسلسل إيش إيش من بطولة مي عمر وماجد المصري ومحمد شرنوبي. المسلسل هيكون مكون من 30 حلقة، وبيقدم لنا قصة رقاصة بتحاول إنها تعيش في ظروف صعبة جدا، ومع الوقت بتلاقي نفسها في مواجهة مع كبير منطقتها اللي هيكون ماجد المصري، اللي بيحاول يتقرب لإيش إيش لكنه بيلاقي نفسه متحاصر في دوامة من المكايد والمصايب اللي بتدبرها له إيش إيش. المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي. المسلسل رقم 20 في قائمتنا هيكون مسلسل الغاوي من بطولة أحمد مكي وعائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل. المسلسل هيكون مكون من 15 حلقة، بتحكي عن راجل من منطقة شعبية اسمه شمس بيتعرض لظلم شديد وبيتحول لبطل شعبي، ومع مرور الوقت بيلاقي نفسه قدوة لكل اللي حواليه. المسلسل ده بيقدم لنا أحمد مكي بشكل ولون جديد تماما، بعيدا عن الكوميديا اللي متعودين نشوفها منه في السنين اللي فاتت. المسلسل من إخراج محمد العدل ومن تأليف هاني سرحان. المسلسل رقم 21 في قائمتنا هيكون مسلسل كامل العدد الجزء الثالث من بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة وإسعاد يونس. المسلسل هيكون مكون من 15 حلقة، واللي بيكملوا فيها تطورات حياة الأولاد والمشاكل اللي دايما كانت مع أحمد وليلى واللي بيحاولوا يحلوها، والقصص الجديدة اللي مليانة شغف وكوميديا وأجواء عائلية لذيذة بتقدر تخلي المسلسل ده مميز جدا. المسلسل من إخراج خالد الحلفاوي ومن تأليف رنا أبو الريش. المسلسل رقم 22 في قائمتنا هيكون مسلسل منتهي الصلاحية من بطولة محمد فراج وياسمين رئيس وهبة مجدي. المسلسل هيكون مكون من 15 حلقة، بيحكي لنا عن الصراع بين الأحلام والواقع، واللي هيقدم لنا قصة محمد فراج، شاب طموح عايش في منطقة شعبية بيكافح عشان يحقق حلمه للثراء، ولكن بيواجه صعوبات وتحديات كبيرة جدا بيعيشها هو وحبيبته هبة مجدي بسبب الضغوطات الاجتماعية والمادية اللي بتواجههم خلال أحداث المسلسل. المسلسل من إخراج تامر نادي ومن تأليف محمد هشام. المسلسل رقم 23 في قائمتنا هيكون مسلسل وتقابل حبيب من بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي وخالد سليم. المسلسل هيكون مكون من 30 حلقة من الرومانسية والدراما الاجتماعية اللي بتشجع على التمسك بالأمل من بين تحديات الحياة الكتير، واللي هتكون قصة مؤثرة بترجع للنجاح الكبير اللي حققه الثنائي في أعمالهم السابقة. المسلسل من إخراج محمود الخبيري ومن تأليف عمرو محمود ياسين. المسلسل رقم 24 في قائمتنا هيكون مسلسل نص الشعب اسمه محمد من بطولة عصام عمر ورانيا يوسف وميان السيد. المسلسل هيكون مكون من 15 حلقة، وبيقدم لنا كوميديا خفيفة متوقع انها هتكون مميزة خلال شهر رمضان السنة دي بعد النجاح الساحق اللي حققه عصام عمر في مسلسل بالطو. المسلسل من إخراج عبد العزيز النجار ومن تأليف محمد رجاء. المسلسل رقم 25 في قائمتنا هيكون مسلسل عايشة الدور من بطولة دنيا سمير غانم. المسلسل هيكون مكون من 15 حلقة، بتقدم لنا فيه شخصية دنيا عايشة اللي بتمر بتجارب حياتية مختلفة بتشمل مواقف مضحكة ولحظات درامية ورومانسية، وقصة حب مليانة بالتحديات والمغامرات غير المتوقعة اللي بتضيف لأحداث المسلسل طابع إثارة وتشويق. المسلسل من إخراج أحمد الجندي ومن تأليف كريم يوسف. المسلسل رقم 26 في قائمتنا هيكون مسلسل المداح أسطورة العهد من بطولة حمادة هلال وغادة عادل ويسرى اللوزي وهبة مجدي. المسلسل هيكون مكون كالعادة من 30 حلقة، واللي فيها بيكمل صابر المداح حروبه ضد الجن وبيسعى للتغلب عليهم والتخلص تماما منهم ومن شرورهم زي الأجزاء اللي فاتت، ولكن بتشهد حياته الشخصية العديد من التطورات المختلفة اللي ما شفناهاش قبل كده. المسلسل من إخراج أحمد سمير فرج ومن تأليف أمين
نسرين جمال. المسلسل رقم 27 في قائمتنا هيكون مسلسل ظلم المصطبة من بطولة ريهام عبد الغفور وإياد نصار وفتحي عبد الوهاب. المسلسل هيكون مكون من 15 حلقة بيناقش العادات الظالمة والأعراف اللي بيتحكم فيها في الأرياف والأقاليم البعيدة كل البعد عن القانون والشرع في إطار اجتماعي مليان بالحكايات الشيقة. المسلسل من إخراج هاني خليفة ومن تأليف أحمد فوزي صالح. المسلسل رقم 28 في قائمتنا هيكون مسلسل قهوة المحطة من بطولة بيومي فؤاد وانتصار وهالة صدقي. المسلسل هيكون مكون من 15 حلقة هيقدم لنا صراع الطبقات بين الفقراء والأغنياء، وإن كل طبقة ليها معاناتها الخاصة وطريقة التواصل بين الطبقتين في إطار اجتماعي مليان بالتشويق والمغامرة من خلال قصص إنسانية هنشوف فيها جريمة قتل، وده اللي بيزود الدراما والإثارة خلال حلقات المسلسل. المسلسل من إخراج إسلام خيري ومن تأليف عبد الرحيم كمال. المسلسل رقم 29 في قائمتنا هيكون مسلسل أسينا من بطولة ريهام حجاج وسوسن بدر وأحمد مجدي. المسلسل هيكون مكون من 15 حلقة، ودي أولى تجارب ريهام حجاج مع الدراما الحلقات القصيرة، وبتدور قصة المسلسل عن السوشيال ميديا وأضرارها علينا وإزاي بتأثر على الكبار والأطفال. المسلسل من إخراج يحيى إسماعيل ومن تأليف محمد ناير. المسلسل رقم 30 والأخير في قائمتنا النهاردة هيكون مسلسل العتاولة الجزء الثاني من بطولة أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة ونسرين أمين. المسلسل هيكون مكون من 30 حلقة، واللي بيكمل أحداث الجزء الأول في محاولة نصار عشان يبدأ من جديد، وبيواجه مقاومة من أخوه خضر اللي بيعتبر تهديد لإمبراطورية عيلته، وبتاخد الأحداث مسار مثير مع ظهور شخصيات جديدة ومعاها تحديات مختلفة لعالم العتاولة مستعرضة الصراعات بين الجريمة والرغبة في الخلاص والمحافظة على الولاء العائلي. المسلسل من إخراج أحمد خالد موسى ومن تأليف مصطفى جمال هاشم. وبكده تكون حلقتنا النهاردة خلصت. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم. اكتب لنا كومنت بأكتر المسلسلات اللي مستنيها بفارغ الصبر وحاسس إنها هتحقق نجاح كبير جدا في رمضان السنة دي. وما تنساش كالعادة تعمل لنا لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان تتابع كل الحلقات اللي جاية.